واحشيها من الحشوة مالها رهيبة ونسدها. هذا الشكل. مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير ان شاء الله. اليوم حابة انه اسوي كبة البوتيتا، صار هواية انه ما مسويته، فحبيت انه اسوي كبة البوتيتا. هنا أنا عندي بطاطا او بوتيتا يسموها، فراح اقطعها. اني قشرتها على الاسرع، يعني قشرتها حتى اقطعها بهذا الشكل حتى بسرعة تستوي عندي واكمل بها الكبة. اذا انتي ما مستعجلة حتى ما يحتاج تقشريها، على كيفك يعني. بس اني راح بهذا يصير عليكم مهم اسهل، بس تطلعوها تخلوها وتهرسوها يعني فتصير اسهل. فهسه راح اقطعها بهذا الشكل، خلي لها المية وخليها على النار تنسلق عندي تماما يعني زين. ونصفيها، اهم شي تصفوها ما يظل بيها مية حتى لا تصير عندكم هواية من المي، وراح تاخذ من عندكم هواية من النشا او طحين بودرة يعني او العفو طحين الارز. يا تريدين نشا يا تريدين طحين الارز، انتي اللي براحتك. انا لا راح اضيف لها من النشا زين. فهسه راح اقطعها. اذا كيلو كبة اذا كيلو بطاطا تضيفي لها قلاص واحد من النشا زين. أنا تقريبا كيلو من البطاطا راح أضيف لها كوب أو قلاص من النشا. هسه راح أضيف لها من المي بهذا الشكل. خضيتها شوية وراح أخليها على النار تنسلق ونرجع لكم. طبعا أنا محضرة الحشوة، هسه راح أشوفكم إياها. وهاي حشوتنا اني كملتها حتى تبرد تماما عندي. هنا أنا خلي بصل ولحم، يعني حشوة كبة الكل تعرفه، لحم وبصل. قليت البصل، بعدين شوية طرف عندي همينة قليته، خليته يذب الدهن مالته، وبعدين قليت البصل، وبعدين ضفت اللحم وقليته وخليته يبرد تماما. هتشوفون شلون بارد. هسه شنو اللي اضيف عليه؟ اضيف عليه الكرفس او البقدونس اللي تحبوه انتو. بس هذا بالاخير اخليه ليش؟ حتى يظل لونه اخضر بالكبة عندي، لا يستوي ويا البخار ويصير لونه على سواد، فاخليه اخر شيء انا عندي حتى لا يطيل عندكم هم الفيديو. سويت الحشوة وكملتها، لان الكل تعرف تسوي حشوة الكبة، ما يراد لها شيء يعني كلش سهلة. وهاي حابين تضيفوا لها يعني من الكشمش، هاي انتم براحتكم، بس انا ما راح اضيف لها. انا بس احب الكشمش والهاي بالكبة الجرش يعني يصير طيب زين. فهسه حشوتنا صارت جاهزة، بس ننتظر البطاطا. أنا على مود إنه بس تعرفون أو أعلمكم بس الطريقة. البنات المبتدئات اللي يعني مثلا ما يعرفون يسوون عجينة البوتيتا، فاليوم راح اسويها وياكم. انا مسويتها بس هوايه من زمان بالقناه، فحبيت اليوم اسويها. واذا تحبون صدر دجاج، انا على اساس اليوم راح اسويها يعني صدر الدجاج، بس بعدين شفت لحم عندي قلت لا خلي اسوي اللحم، وبعدين ان شاء الله فيديو ثاني اسوي لكم اياها بصدر الدجاج، لانه ما تصورون بصدر الدجاج ايش قد طيبة تطلع ونكهتها بعد اطيب. بس اليوم سويناها باللحم، ان شاء الله فيديو ثاني اسوي لكم اياها بصدر الدجاج، شوفوا لي اياها. طبعا ضفت فلفل ملح وبهارات اللي تحبوها، بهارات الكبة، ما تضيفون بهارات انتو لكم الاختيار. هسه نخليها على صفحة وننتظر البطاطا مالنا. هسه بعد ما انسلقت عندي البطاطا تماما راح اضيف لها شويه من الكركم حتى تنطيها لون صفار براحتكم. هنا ملح، وهنا عندي قلاص من النشا او قلاص من تمن مطحون اللي موجود انتي يمك تقدرين تضيفي. اما قلاص نشا على كيلو بطاطا، قلاص نشا على كيلو بطاطا، او بدال النشا تمن مطحون، انتي الك الاختيار. تريدين نشا تريدين تمن مطحون. هسه راح اهرسها كلها. طبعا هسه انا اسويه بالليل لانه ما عندي شيء، قلت خلي اسويها مع انه باكر صايمه، فقلت خلي اسويها من هسه ما عندي شيء.
واقعد هم يعني مثلا اتفرج او اسمع او شوف ايش اسوي، واسوي الكبة البوتيتا مالتنا لانه كلش طيب الصراحة، وصار هواية ما مسويتها، فحبيت انه اسويها وياكم واشارككم الخطوات مالتها. واهم شي خطوة العجينة مالتها، يعني الحشوة انتو تعرفوها عادية، بس العجينة مالتها لأن اكو ناس تقول تتفلش عندي، ما تصير عندي، تروح بالطاوة. لا، بهاي الطريقة قلت لكم بطاطا كيلو غلاص من النشا او تمن مطحون، بس اني ضفت لها النشا ليش؟ تنطيها القرمشة، يعني كلش طيبة من تقلوها. فهسه راح اهرسها اول مرة وبعدين اضيف لها المواد الباقي. وهسه بعد ما عجنتها راح اجي اضيف الملح، هاي كلش كافي لانها عم تنزل. راح نضيف النشا ونضيف شوية عدلون كركم، هذا الشكل. هاي حسب الرغبة، اذا ما حابين تضيفين كركم لا تضيفين. هسه راح نعجنها، هسه راح نعجنها بالايد، ولو اني ما احب الشيف بس راح اجرب لان كلش ما احب اشتغل بالشيف. هسه راح نعجنها تصير عجينة عندي متماسكة وحلوة وطرية حتى لا تتفلش يعني عندكم بالتقلاب. قولي عليه شلون تتعجن بكل طراوة. هاي بعد ما عجنتها وكملت، شوفوا لي اياها، شوفوا العجينه مالتي رهيبه. طبعا تقدرون تخلوها يعني بمحضره الطعام او تترموها او يعني بالعجانه، انتم براحتكم، بس اني بيدي شوفوا لي اياها شكلها رهيب. هسه راح نشكلها. هسه طبعا راح اشيل الشفوف لان ما احب اشتغل بيهم. هنا ايدي شويه بالزيت حتى لا تلتصق، بس عندي ناخذ العجينة مالتنا هاي الرهيبة بهذا الشكل. افتحها شوفوا لي اياها واحشيها من الحشوة مالتنا هاي الرهيبة ونسدها. هذا الشكل. هنا عندي صينية عليها من النايلون واخلي عليها واكمل الكمية اللي عندي، يعني سهلة وبسيطة. بس انتو اهم شي هي العجينة، يعني العجينة اذا تطلع زينة هيك مثل هاي، شوفوا ما تتكسر ولا تنفتح عندي. شوفوا ايش قد ما تخففوها ما راح تنكسر عندكم. نضيف لها الحشوة ونسد عليه. اكو من عندهم يعني ويا الشغل مالتها ويقلوها راسا، يعني تسوي منها تقلي منها. لا، اني راح اسويها مرات حتى افرزها، يعني مثل الكبة مال تمن، كبة البرل، يعني افرزها عادي ما عليها اي شي، بس انه ما يجيها مية. شوفوا بهذا الشكل. وهسه بعد ما كملت الكبة البوتيتا بهذا الشكل، تقدرون بهذا الشكل تخلوها تفرزوها وترجعون بعدها تخلوها ورا ما تجمد، ترجعون تخلوها باكياس تحتفظون بيها، او تريدون تقلوها. فهسه احنا راح نقلي بعض من عندها، بس ما اليوم، هسه دنيا ليل كملتهم لانه باكر صايمة، واقليهم ان شاء الله واشوفكم يوم شلون راح يطلعون عندي. بس شوفوا لي العجينة كلش حلوة. وهاي هسه بعد ما ثاني يوم، هسه راح اروح اقليهم بزيت يكون حار حتى لا يتكسرون عندكم. شوفوا اني بيتتهم بدون انه بدون ما افرزهم، قلت لكم البارحة سويتهم، فهسه راح اقليهم. هسه عندي هنا المقلة وبيها زيت، هنا سويت لي شوربة عدس وبطاطا وبصل وجزر، كلش احبه. هسه اذا حما نجرب، هسه نجرب اول وحده. عندنا بعد شويه زيت
لا واللحمة راح نضيف الكبة ونقليها. وهاي كبتنا صارت جاهزة. طبعا قليتها بزيت الزيتون اني لانه اني دا اكلها زين، وقليت الثانية للأولاد يعني بالزيت العادي، بس أني زيت الزيتون قليت، بس مو كل هاي الكمية أني راح أكلها لا طبعا زين. وسويت وياها الخضار وشوربة العدس، ما أروعها في هذا الجو البارد، والتمر لأنه صايمة قلت لكم زين، وتمر ومية وخضار طبعا. وراح أستخدم قطعة واحدة من الخبز الخفيف هذا بالحنطة أو بالشعير أو بالنخالة أكو أو بالشوفان، فآخذ لي قطعة واحدة أسوي لي إياها سندويتش، هي هاي تكفيني. وهذا طبقنا اليوم الرهيب، وشوفوا لي الداخل مال الكبة، شوفوا لي الرهيبة حرفيا رهيبة. أنا أنتظر الأذان يوذن حتى أفطر. وهاي كبتنا طريقتها وعجينتها شفتوها كلش سهلة وكلش بسيطة، وحتى على المبتدئات لأنه كلش طيبة. كبة البوتيتا وشوربة العدس همينة رهيبة. وهنا خضار من كل شي وكلاشي، تعرفون واحد الخضار إنه عندي الخضار كمية كلش هائلة. وإن شاء الله حبيتوا الفيديو استفاديتوا منه، وتقدرون تخزنوها بالفريزر ورا ما تجمد تخلوها بالأكياس، بس ما تطول فترة طويلة التخزين لأنه بوتيتا بسرعة يعني تنعس وتصير كلش ما طيبة بالأخير، فما تخلوها هواي. إذا تريدون تسووها وتقلوها وتاكلوها. فأنا أحبكم هواية ومع السلامة. صح.